السلام عليكم غالياتي، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. تقبل الله منا ومنكم يا رب العالمين. عندنا اليوم كيما وعدتكم، قلت لكم باللي راني اول رمضان باذن الله رايحه ندير معاكم وصفه الطاجين الحلو ولا اللحم الحلو ولا العين ولا كما حنا نقولوا له الشباح الصفراء، كل واحد كيفاش يسميه، كل واحد ولايته. اول حاجه درناها قبل ما ندير الكيله تاع الفواكه المجففه، حكمت العين، حطيتها في ماء سخون وحدها على خاطر هي راهي تطلق الكحوليه، تطلق لنا على المشيمشه. حطيت العين وحدها وحطيت المشيمشه مع الزبيب، انا درت الاسود، كل واحد واش يحب يفضل، درتو وحده. من بعد عاود صفيتهم ودرت لهم كيلاتهم. انا هنايا جاتني كيله، ها هي وصلت لي هنايا. انايا ما نحبش ندير كما نقولوا حنايا الراس في الراس، ولا ندير كيله بكيله، ما نحبهاش كي تكون قاصحه بزاف الحلاوه تاعها. درت كيله الا اصبع، نقصت منها هنايا شويه. توجدوا هنايا الكاسرول ولا الحاجه اللي راكم حابين طيبوا فيها اللحم الحلو. اول حاجه واش ندير، نفرغ سكر الكيله الا ربع اللي راني موجدتها، نفرغها هنايا كاسرول. من بعد الكيله هذه ندير فيها 2 كيلات ماء، يعني كيله سكر وكيله فواكه مجففه ب2 كيلات ماء. نكملوا الوصفه حبيباتي. من بعد نجيبوا 2 عواد قرفه. القرفه هذه بيان سور لازم تشلوها من قبل كاش ما تكون كاينه حاجه فيها من داخل، تغسلوها بيان. نحطوا الحبات تاع البصله تاعنا اللي كنا ديجا رشقنا فيها، حبات تاع القرنفل، وهذه اختياريه، تحبوا ترشقوا فيها حبات القرنفل تحبوا، لا كاين حتى اللي ما يديرش البصله. انا نحب ندير فيها البصله. كاين ثاني اللي يديرها باللحم، انايا ما نحبش باللحم، نفضل بلا لحم. نزيدو نحطو معاها مغرف، بسم الله، نحطو معاها مغرف تاع الزبده، نحركو السكر هذاك، نحركوه شويه، ومن بعد نحطوه فوق النار حتى تذوب لنا هذيك الزبده. نواصلوا التحريك حتى تذوب لنا هذيك الزبده كامل، ويذوب لنا هذاك السكر اللي درناه مع الماء، ويبدا يسخن لنا الماء. بلا ما ننساو نغسلوا حبات من نجمه الارض ونضيفوهم. نجمه الارض هي من الاحسن ديروها، لكن اللي ما عندوش معليش. هنا بعد ما ذاب السكر جيدا نضيفوا له المشيمشه ونضيفوا له الزبيب تاعنا اللي كنا ديجا فصلناه على العين، لانه العين ورا ما يطيب المشيمشه والزبيب باه لحو. كما تعرفوا باللي العين راهي طيب بزربه، سيرتو الا كان درتو نوعيه جيده. نقصوا في النار، نحركوا شويه، نقفلوا ليها ونخليوها طيب. البنات هنايا قبل ما نقفلوا عليها ما تنساوش تحطوا طرونش تاع قارص. وهنا كما راكم تشوفوا نحيت الحبه تاع البصل بعد ما طرات وبعد ما طلقت لي الريحه تاعها، وزدت شت بلي المشيمشه راهي طرات. لحت لها العين اللي كانت ديجا منقعه من قبل في ماء سخون. ما تطولوش هنايا البنات في الطياب، تكون النار دليله، وجوست 5 دقائق 10 دقائق ماكسيموم على حساب العين تاعك. سورتو لا عادت النوعيه تاعك جيده راهي ما تطولش خلاص في الطياب، جوست تشم ريحه النار بعد واش ديري، تضيفي لها الشباح الصفراء اللي راكم تشوفوا في الفيديو. هنايا كي لقيتها عقدت مليح هزي تاستي، كي تلقاي العسل عقد معاك واختار تلوحي لها الاخر الحبيبات تاع شباح الصفراء. انايا الشباح الصفراء تاعي درتها انايا باللوز، كاين اللي يديرها بالجوز، كاين اللي يديرها بالكاوكاو، كل واحد وكيفاش يفضل. وهكا حبيباتي نكونوا كملنا الوصفه تاع نهار اليوم اللي هي شباح الصفراء. انا حبيت نقدمها بهذا الشكل، الشباح وحدها والعين مع المشيمشه وحدها، وشبحتها بشويه لوز. حبيت نقول لكم تاني كي تلقاو العسل الماويه شويه فوق النار ما تخافوش، على قد ما تطول العين وتبدا تبرد مع العسل تاعها على قد ما تزيد تعقد العسل. نقول لكم شهية طيبة، وإلى الملتقى في وصفة أخرى إن شاء الله. صحة فطوركم وصحة سحوركم، ولمسة ميلينا ترحب بكم. إلى اللقاء.